صباح الفل عليكم او يا مساء الفل. النهارده قررت اشارك معاكم روتيني في يوم الاجازه. ببدا يومي بفطار بسيط ولذيذ. عملت بيض بالبسطرمه وزي ما انتم شايفين معايا ريحته كانت طالعه تحفه. انا هنا حبيت اشارككم الروتين البسيط بتاع يومي ده، عشان تشوفوا هو ماشي ازاي وتاخدوا افكار ليوم اجازتكم الجاي بصفه عامه. والنهارده انا بحب قوي، بعيدا عن اي حاجه، انا بحب قوي ببدا يومي بفطار بسيط وسريع. وكانت الاكل حلو بصراحه قوي. يا حبيبتي تسلمي تسلمي يا هاني. هاني برضو بحب قوي البيض بالبسطرمه. فحبيت ان عارفين ريحه البيض بالبسطرمه بتبقى ريحته قلب البيت وكمان طعمه احلى. وعارفين هو كمان بيفتح النفس وبتبقى حاجه سخنه كده بتفتحوا عينيكوا وبتدخلوا حط المطبخ. لايك. ايوه حطوا لايك، اسمعوا كلام هانيا. وهنا كان البيض بالبسطرمه هو اكتر حاجه بحبها في الفطار انا وهانيا، سهل وسريع وطعمه بصراحه خطير. وبعد ما خلصت الفطار حبيت اجيب القرآن على قناة القرآن الكريم على التلفزيون، وبعد كده خدت كوباية الشاي بلبن بتاعي المفضلة. يعني اكتر حاجة بحبها في كوباية الشاي بلبن ان انا بعد ما باخد الفطار بتاعي عارفين كده اللي هي بتديني جرعة كده من الكافيين بسيطة، وفي نفس الوقت انا ببقى مش مفضلة ان كمان انا بقى عشان بساعد ماما كل يوم. ايوه هاني يا حبيبتي بتساعدني وبتعمل كمان معايا المونتاج دلوقتي. عارفين الشاي بلبن من الحاجات اللي هي بتبقى خفيفه وبتبقى تديني جرعه الكافيين بتاعتي من غير ما تبقى تقيله زي النسكافيه او القهوه، عشان بالذات ان انا برضع في حط الفتره دي. اشتراك. فبتبقى يعني خفيفه عليا وعلى البيبي. فزي ما انا قلت لكم عملت كوبايه الشاي بلبن بتاعي، وانا ساعتها باخدها وبقعد اريح شويه واتفرج على اي حاجه موجوده على الموبايل، عشان عارفين بستغل الفتره دي اللي هي بتاعت الصبح، لحظه استرخاء هدوء حاجه حلوه. بنبقى لسه صاحيين من النوم فبنبقى عايزين ناخد الطاقه بتاعتنا نبقى هادين، فبنفطر كويس وبعد كده بناخد حاجه مسكره. وانا بفضل جدا ان انا اكل المنين اللي بالعجوه، او لو عندي كان تمر او كرات التمر بتاعت الطاقه اللي انا بعملها. وبرده هوريكم الوصفه بتاعتها بحبها قوي. وبعد كده قعدت شويه ودخلت بقى المطبخ نبتدي نشوف احنا هنعمل ايه. عملت النهارده معاكم كبسه الفراخ. واكتر حاجه بحبها في الكبسه دي ان مكوناتها بسيطه جدا بس الطعم بصراحه خطير. لان انا بحب بصراحه الكبسه دي قوي. بتبقى الرز بيبقى مستوي مظبوط، وكمان بتبقى الفراخ جوسي كده وطريه. بصراحه يعني دي اكتر الاكلات اللي انا ببقى فخوره ان انا بعملها. وفي نفس الوقت كمان عارفين تحس ان انتوا بتفصلوا مود كده ومتاخدش وقت منكم. انا هنا كنت عملت خلاص، حطيت الفراخ كانت استوت خلاص مع الرز، وهنا دي كانت المرحله اللي انا بحط فيها المكسرات بتاعتي في السمنه. وهقول لكم كده سريعا انا عملت الكبسه ازاي. بدات اول حاجه بشوح البصل في شويه زيت لحد ما تاخد لون ذهبي، وبعد كده رحت نازله عليهم بالفراخ، وبحط عليهم بعد كده بهارات الكبسه اللي هي كزبره وقرفه وحبهان وورق لورا و7 بهارات، وبحط بهارات فراخ وبقلبهم كويس جدا الفراخ في البهارات، وبعد كده اروح حاطه عليهم ميه مغليه واسيبها تستوي. بعد ما الفراخ بتاخد لون وتستوي كويس بروح حاطه عليهم طماطم مبشوره وشويه صلصه، وبعد كده اروح برضو قافله عليها وبتاخد بسيب الفراخ تتسوق لمده 3/4 سوا، وبعد كده اروح شايله الفراخ من الحله، وبعد كده اروح منزله عندي الرز البسمتي اللي منقوع لمده نص ساعه في الميه، وبصفيه طبعا من الميه واروح حطاه في الحله بتاعتي، واروح بعد كده منزله تاني الفراخ بتاعتي. وطبعا لو محتاجه ازودها شويه ميه مفيش مشكله ازودها ميه. احلى حاجه ان الكبسه مش بس طعمها قوي، لكن هي كمان بتخلي البيت كله ريحته حلوه، عارفين كأن في عزومه او مناسبه عندكم. وزي ما انتم شايفين الطبق معايا، وبعد كده بروح جايبه حته سمنه لما هي تستوي خالص زي ما انا كنت وريتها لكم. بعد كده بروح جايبه حته سمنه في طاسه، وبروح حاطه اي مكسرات عندكم. انا حطيت هنا سوداني وزبيب. دي كانت الحاجات المتاحه عندي. اي مكسرات عندكم بتبقى حلوه، سواء سوداني، جوز عين جمل، لوز، بندق، اي حاجه. بس زي ما انا قلت لكم اللي كان عندي متاح هنا السوداني والزبيب.
بفضل انا اقلب في المكسرات دي لحد ما الزبيب عندي بيتنفخ شويه، ويكون ساعتها خلاص استوى عندي اللون الحلو. انا هنا بكون حطيت خلاص الرز بالفراخ في طبق كبير عشان اقدمه، واروح حاطه على الوش المكسرات بتاعتي، وكده يكون خلص يومي بسيط وهادي الحمد لله، بس مليان لحظات حلوه ومود مريح. لو حبيتوا الفيديو ما تنسوش تكتبوا لي رايكم وتشتركوا معايا عشان تشوفوا باقي روتيناتي، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وباي باي.